السلام عليكم ورحمة الله. معكم شركة بروميسل في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا لكم على جميع انواع الكاميرات ديال شركة بروميسل والامتيازات ديالهم والفرق ما بين كل وحده والخاصيات ديالهم. واول حاجه غادي نهضروا عليها واللي هي ميزه اللي كيشاركوا فيها جميع الكاميرات ديال شركة بروميسل، فهي الواح الطاقة الشمسية، اللي مع كل كاميرا كيجيونا جوج ديال الالواح ديال الطاقة الشمسية اللي بالدور ديالهم كيوفروا لنا الطاقه لست الباتريات اللي تيكونوا في كل كاميرا ديال شركه بروميسل، وباش كتضمن انه الكاميرا ديالك عمرها ما تطفى وتدوم لك الاطول مدى غير بالطاقه الشمسيه بلا ما تحتاج لا ضوء ولا حتى شي حاجه. وثاني حاجه غادي نهضروا عليها اللي كيشاركوا فيها كاع الكاميرات ديال بروميسل، فهي الجوده اللي بصراحه خلينا هي الثانيه باش نهضروا عليها اكثر واكثر، حتى فيها ميزه الصراحه ان الكاميرا ديال بروميسل مخدومين بجوده عاليه ومعايير اوروبيه. وكيف ما كتشوفوا هنايا راه فيهم الاي بي 67. فهاد العلامه هذه كتعني انه الكاميرات مضادين للشتاء للريح للشمس، يعني الجو القاصح ديال المغرب راهم كيتوالموا معاه وزعما ما غاديش تاثر فيهم حتى شي حاجه من هذا الشيء هذا. وغادي نبداو معكم باكثر جوج كاميرات من شركه بروميسل مبيعا عالميا، وهادو ارقام عالميه اللي غادي نقول لكم، يعني تقدروا تاكدوا منهم سواء في دي سيت اللي كبار بدون ذكر الاسماء، يعني بحال علي اكسبريس علي بابا ولا تيمو. بالنسبه للكاميرات غادي نهضروا لكم دابا على الفرق ما بين كل وحده وشنو الامتيازات ديالهم. وهذه هي موكا ديال شركه بروميسل اللي كتجينا بجوج ديال العدسات، وحده فيهم ثابته والاخرى اللي كتحرك اوتوماتيكيا من الهاتف ديالك. بالنسبه للكاميرا الثالثه فراه هي حتى هي كتحكم فيها يدويا، غير بالنسبه للزاويه اللي كتحرك منها، الزاويه اللي بغيتي تشوف فيها عفوا، غير بهذه البلاصه هذه. والكاميرا الثانيه كتحكم فيها اوتوماتيكيا من الهاتف ديالك. كتجينا ايضا ب 12 بروجيكتور ليد اللي كيشعلوا اوتوماتيكمون الا داز شي واحد حدا الكاميرا، وهذا الشيء بفضل ديتيكتور او لا جهاز الاستشعار اللي كيستشعر شي واحد الا داز حدا الكاميرا، وكتبقى الكاميرا تابعه حتى كيحيد من الزاويه اللي شادها. بالاضافه الى جهاز الانذار اللي قوي واللي كيرسل لك اشعارات في الهاتف ديالك في حين الا داز شي واحد حدا الكاميرا، كينبه حتى في الكاميرا كيشعل الاضواء وكيدير صوت الا داز شي واحد حداها. وهذه الخاصيه هذه تقدر يعني تفعلها ولا تحيدها غير من الهاتف ديالك. وزياده على ذلك فحتى الميكرو ومكبر الصوت، يعني تقدر تهضر مع شي واحد من الكاميرا ولا يسمعك ويهضر معك حتى هو من الكاميرا، وتقدر تتحكم فيها غير من الهاتف ديالك وتسمعو غير من الهاتف ديالك في ما كنتي في العالم، ماشي بالضروره في المغرب. ودابا غندوزو للموكا برو ماكس. والفرق ما بينها وبين الموكا العاديه فهي هذه الكاميرا الثالثه. الدور ديال الكاميرا الثالثه هو تكبير الصوره حتى لعشرة المرات وبكاليتي مزيانه بلا ما تنقص لك يعني الكاليتي ولا الجوده ديال التصوير. وهاد 10 المرات اللي كنهضروا عليها راه هي المقارنه ديال من 120 حتى 150 متر على حسب. والفرق الاخر اللي كاين ما بين الكاميرا ديال موكا وموكا برو ماكس انه كاميرا موكا برو ماكس فيها جوج ديال الانواع ديال الكاميرات، وحده فيهم اللي كتخدم بالويفي والاخرى اللي كتخدم بالكات جي. بالنسبه للموكا ما فيهاش الويفي كاع، فيهم غير الكات جي. بالنسبه للكاميرات كاملين فيهم غير الكات جي، الا موكا برو ماكس فيها الويفي والكات جي. وايضا شركه بروميسل كتوفر لكم ثلاثه انواع ديال الكاميرا ذات جوده ممتازه واللي هما حتى هما مصوبين بمعايير اوروبيه ذات جوده عاليه. وهاد الكاميرات الامتياز ديالهم هو انهم 3 في 1، بمعنى انه كتقدر تراقب 3 زوايا مختلفين وغير بكاميرا واحده. كيف ما كتشوفوا معنا فهذه هي كاميرا العساس ديال شركه بروميسل، وهذه الكاميرا هذه راه كتوفر على 3 ديال العدسات، جوج كتحكم فيهم يدويا، يعني كيكون تحكم يدوي على حساب فين انت بغيتي الزاويه اللي تشوف فيهم، مثلا كتحكم فيها غير هكا تقدر تطورها هنا، وحتى الكاميرا كتقدر تقادها كما بغيتي يدويا في الكاميرات بجوج. اما بالنسبه للكاميرا الثالثه فراه كتحكم فيها اوتوماتيكيا وغير من الهاتف ديالك، يعني على حساب تطورها اليمين اليسار الفوق لتحت على حسب. وحتى هما كيجيونا بدي بروجيكتور ليد اللي كيضويو عند الاستشعار ديال شي شخص الا داز حداهم ولا شي حاجه، فراه كيضويو كاملين. وهاد الخاصيه هذه راه كتقدر تاكتيفيها وديزاكتيفيها غير من الهاتف ديالك. وزياده على ذلك راه حتى هي فيها مستشعر الحركه وفيها جهاز الانذار وفيها حتى مكبر الصوت مع الميكرو ديالها. الفرق ما بين العساس والكارد كور ديال شركه بروميسل فهو انه حتى هذه كتوفر على 3 ديال العدسات، ولكن الفرق ما بينها وبين هذه
انه هنا الكاميرات بثلاثه كنقدروا نتحكموا فيهم اوتوماتيكيا وغير من الهاتف ديالنا، يعني كندوروا سواء هاد اليمنيه سواء اليسريه سواء الوسطانيه غير من الهاتف ديالنا، وكيكون التحكم كامل عندنا. وحتى هي فيها مستشعر الحركه وفي جهاز الانذار ومكبر الصوت والميكرو، وحتى هذه راه فيها الزوم فوا 10 اللي كيشد من 120 حتى ل 150 متر. واخيرا غادي نهضروا على كاميرا الصقر ديال بروميسل. فهذه راه هي الكاميرا الطوب، يعني كاميرا ما كتزقل والو، بحال واحد جارتنا الله يسمح لها في هذا النهار هذا ذكرناها بالخير. فراه حتى هي ما كتزقل والو بفضل الكاميرات ديالها بجوج. وبالنسبه لهاد الكاميرا الثانيه اللي كتشوفوها راه كبيره اكبر من كاع الكاميرات اللي كاينه في كاع العدسات اللي كاينه في كاع الكاميرات كاملين. فراه هاد العدسه هذه مصوبه عند سوني، مصوبينها الشركه ديال سوني من اجل دقه التصوير ممتازه. وهاد الكاميرا بالضبط فيها الزوم ديال فوا 36، يعني تكبير الصوره فوا 36 اللي كيعادل لينا تقريبا 500 متر، كتوصل بها بتكبير الصوره حتى ل 500 متر. اما بالنسبه لهاد الكاميرا هذه فراه فيها جوج مستشعرات ديال الحركه، حتى كل كاميرا كتقدر تتحرك بوحدها اوتوماتيكيا. وحتى هي فيها لي بروجيكتور ليد ديالها، فيها مكبر الصوت، فيها الميكروفون. وبالنسبه للكاميرا فراه مصنوعه كامله من الحديد كيف ما كتشوفوا معنا، الا كان كيتسمع الصوت مزيان غالبا. فراه كامله مصنوعه من الحديد، يعني راه مفورجيه مزيان. وحتى هي الجوده ديالها راه عاليه ومعايير اوروبيه. وحتى لي بانو سولير ديالها راه مصنوعين من كاليتي مزيانه باش يتحملوا لينا جميع الظروف القاسيه ديال المغرب. كيف ما كتعرفوا راه الجو في المغرب فيه الشتاء، فيه الصيف قاصح، فيه الشتاء قاصحه. فراه داكشي علاش جاتنا تقريبا كامله بالحديد من هنايا من اللور ديالها من جهه. وكيجينا البديل ديالها اللي هو هذا البطاريه ديالها على برا. والبطاريه راه كيف ما كتشوفوا كبيره باش انها كتضمن لك انه الكاميرا ديالك ديما تبقى شاعله وغير بالطاقه الشمسيه، بالفضل ديال الطاقه الشمسيه. وبالنسبه لهاد الكاميرات كاملين اللي كتشوفوا معنا هنايا راه اول حاجه كتجي معاهم كتلقاو في الكرتونه اول حاجه فهي الكارونتي ديالهم اللي فيها مده عام وفيها جميع المعلومات ديال الشركه، يعني والرقم اللي تقدروا تواصلوا معاه في حالات كان عندكم شي مشكل او لا شي تساؤل على شي حاجه. وإلا حتى انت بغيتي توصلك الكاميرا ديالك من شركه بروميسل فراه ما عليك الا تقوم بالطلب ديالك سواء بالنمره اللي طالعه في الشاشه او الرابط اللي كاين تحت من الفيديو. ومرحبا بكم كاملين. وديما ما ننساوش بروميسل هي عينك اللي ما كتنعش وعساسك اللي ما كيتخلصش. مرحبا بكم.